نشرة الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. بداية، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، زار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي الشيخ العلامة محمد الطاهر، أي تعالجت. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي أكد أن الحالة الصحية للشيخ الطاهر أي تعالجت حرجة، وأن كل الطواقم الطبية مجندة وتقوم بواجبها. أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الاثنين على مراسم الاحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. مراسم الاحتفال جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحضور كبار مسؤولي الدولة ومستشارين لدى رئيس الجمهورية، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الاثنين أن الجزائر تتعهد بالعمل في مجلس الأمن على تشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المتعلقة بالحروب والإرهاب والجريمة المنظمة ومخاطر التغيرات المناخية، مع التكفل بآثارها وأضرارها لا سيما في الدول النامية. وفي كلمة له خلال مراسم الاحتفال بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بالمجلس الأمن، قال عطاف أن الجزائر وبناء على التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي اختارتها شعارا رئيسا لحملتها الانتخابية وعنوانا جوهريا لعهدتها المقبلة بمجلس الأمن، ستعمل بمعية جميع الدول الأعضاء على الإسهام في ترقية وتكريس أهداف السلم والأمن التي تصبو إليها شعوب المعمورة بنفس القدر وعلى حد سواء. دبلوماسيا، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية حاج الحبيب التي هنأت الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن. واستعرض الطرفان تطور العلاقات بين البلدين في شقيها السياسي والاقتصادي، وتطرق إلى علاقات الشراكة التي تربط بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما تبادلا وجهات النظر حول أولويات عهدة الجزائر المقبلة بمجلس الأمن. إلى الحدث التربوي، أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد صبيحة الاثنين على انطلاق اختبار مادة الرياضيات من ثانوية أحمد ولد التركي ببوسماعيل بولاية تيبازا في اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا 2023. وأكد الوزير بالعابد بأن ظروف إجراء الامتحانات في الولاية جيدة وبتنظيم محكم. البرنامج تاعكم خذي وقتك لأنه فهم السؤال هو نصف الجواب، كي مركزة ركزي مع السؤال تاعك، سؤال بسيط من البرنامج تاعكم، خذي وقتك لأنه فهم السؤال هو نصف الجواب. هذا هاي لا ماهوش مخلص. صافا البارح كانت مليحة، خدمتهم مليح، اليوم الثاني كيف لإعطاء إشارة انطلاق اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا دور 2023 من ولاية تيبازا. ولقد قمنا بالإشراف على الانطلاقة. ظروف الامتحان في هذه الولاية ممتازة في كل جوانب، الجوانب التنظيمية، جوانب مستلزمات السير الحسن لهذا الامتحان. إذا أشكر السيد الوالي وكل السلطات المدنية والعسكرية لهذه الولاية، وكذلك السيد مدير التربية وكل عاملين بقطاع التربية على تأمينهم لتنظيم محكم لإجراء هذا الامتحان في هذه الولاية حسب ما تدونه كل المناشير المنظمة لهذا الامتحان. هذا وامتحن صباح الاثنين التلاميذ في مادة الرياضيات باختلاف شعبهم، وتباينت الآراء بين الشعب العلمية والأدبية حول مضمون مواضيع هذه المادة. زكي عليلات والتفاصيل.
هو حديث ما بعد امتحان الرياضيات بين آدم وأصدقائه. اجتمعوا عند مدخل مركز الامتحانات لتفقد مدى مطابقة إجاباتهم مع بعض، وكل مترشح في النهاية كان له رأي مغاير عن الآخر. كانت اسئله يا خو واش نقول لك، سؤال زعما السوجي الاول فيه تمارين ساهلين تمارين واعرين، السوجي الدوزيام كيف فيه تمارين ساهلين تمارين واعرين، تسمى لازم انت واش قريت انت واش وجدت، هذا ما كان يا خو فيها خير، لازم تعرف تخير السوجي برك ان شاء الله نخدموا كاع ان شاء الله نجيبوا. كان شويه صعيب، تقول داروا لنا اسئله تقول معقدين شويه، والحمد لله تقول جاوبنا وان شاء الله فيها خير. ورغم تباين أسئلة الرياضيات من شعبة لأخرى، إلا أن هذين المترشحتين في شعبة العلوم كانتا على وفاق تام بأن الموضوع كان في المتناول، عدا في بعض النقاط التي تتطلب الاستنتاج وتركيزا أكثر. قدر يحلوا، مي كانت صعوبات في الأسئلة الأخيرة لازم لها شوية تركيز مقارنة بالعام الماضي. كان موضوع في متناول الجميع، ويعني أي تلميذ يقدر يحلوا. هاد باغابوغ العام اللي فات كان سهل على العام اللي فات. موضوع في متناول الجميع، برك البارتي الأخرانية اللي كانت شوية فيها تخمام، الحمد لله إن شاء الله فيها خير الخطأ وإن شاء الله نجيبوه. مادة الرياضيات لدى الشعب العلمية تعتبر مقياسا لرؤية هلال النجاح في البكالوريا من عدمه، وظلت هذه المادة محافظة على هيبتها رغم تعاقب الامتحانات حتى عند الشعب الأدبية. سفيان بوحملة في الأربعينات من عمره، مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا أحرار بعد سنوات عدة من الانقطاع عن الدراسة، وهدفه تحقيق حلمه وحلم والديه بنجاح. بورتريه في الموضوع لنريمان عبد. سنوات عدة من الانقطاع عن الدراسة لم تقف عائقا أمام عزيمة وإصرار سفيان صاحب 40 عاما لاجتياز البكالوريا وتجسيد طموح النجاح فيها وتحقيق حلم الوالد. كما يقولوا بدات الحكاية تاعي، كملت سنة نافياماني، حنا بكري كان عندنا نافيام ما كانش عندنا كاتريم، وبعد خرجت من المسيد هكذا ابري ديزاني هكذا عاودت شغل عرفت بلي القرايه هي الصح، درت لا فولونتي عاودت قرايتي من جديد ونجحت الحمد لله، وراني في تيرمينال دوكا وراني نجوز الباك. الاهل تاعي هما الناس بوزيتيف، الناس ايجابيين، حبوني نقرا. عندي الام تاعي الاب متوفي، هو اللي كان حابني نقرا اكثر تاع الاب تاعي. الاراده انسان يعاود يبني روحه، ما كانش مشكل كاع، والناس تفرحت اكثر واكثر، لقيت عباد كبار عليا في القرايه، هذا هو اللي ماشي زاد حفزني. رغم الصعوبات وضيق الوقت، إلا أن تمسك سفيان بحلم النجاح كسر كافة الحواجز. أنا ما نفقدش الآمال أختي، أنا إنسان محارب، نحب نحارب في الدنيا هذه. جوزت مشاكل في الدنيا هكذا اللي خلاوني عاود وقفت أسست، لقيت القراية صح، ما كانش منها يقول لك القراية شغل ما كان والو، تعطي لك شغل، تعطي لك حاجة في الدنيا شغل مليحة، سونتيمون شغل شباب. أنا كما لقيت سوتيا ما خلاص والله غير نطلقها، بصح كي لقيت الدعم العائلي اللي قريت. دعم العائلة والإصرار والعزيمة ثلاثية تقوده لنيل شهادة البكالوريا وولوج الجامعة. ومع أجواء البكالوريا نبقى دائما وتدابيرا متخذة لإنجاح هذا الامتحان. يقف أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات للعاصمة على حسن الخدمة من حيث مراقبة مواد تحضير وجبات المؤطرين بمراكز الإطعام. نعم، نتابع التفاصيل مع ميليسا حميسي. مراقبة مراكز الإطعام الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر مهام دورية منذ انطلاق امتحانات الشهادة. وفقا لتعليمات السيد وزير التجارة وفقا لتعليمات السيد ولي الولاية الذي تم بموجبه تعيين هذه المؤسسة، مؤسسة سير الحدائق على مستوى ولاية الجزائر، التكفل بالوجبات الغذائية الخاصة بإطارات اللي تسهر على مراقبة عملية الامتحان شهادة البكالوريا. يجب أن يتم مراقبة وبدقة هذه المواد الغذائية، سواء المواد الأولية وسواء أماكن التخزين أو غرف التبريد،
من ناحية العملية تشمل مراقبة المواد الأولية لتحضير الوجبات ومدى احترام التدابير الوقائية، وكذا شروط حفظها وتخزينها لتفادي أي خطر غذائي. 28 ماي المقاطعة الإدارية والبلدية سيدي محمد سخرت لنا طبيبين بيطريين، ومديرية التجارة سخرت عونين يعني يقوموا يعني يرافقونا ويراقبوا هذه المواد من بداية من استقبال هذه المواد من طرف المورد إلى غاية خروج هذه الوجبات الساخنة للاستهلاك. مراقبة مراكز الإطعام ستتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري في عملية اتخذت لتفادي أي خطر غذائي وضمان السير الحسن والأمثل لهذا الامتحان. أصدرت محاكم الجمهورية أوامر بإيداع وأحكام قضائية بالحبس بسبب وقائع تتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا، وقد تمت معاينة أعمال الغش المذكورة باختصاص مجالس قضاء خنشلة، الجلفة، تيبازا، تبسة، الأغواط، وتتعلق الوقائع المسندة إليهم في تسريب مواضيع البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وفي هذا الإطار تم الحكم ب2 حبسا نافذا ل8 متهمين في ولاية الأغواط، وعاما أو قول عام حبس نافذ في حق متهمة بولاية خنشلة، و18 شهرا حبسا نافذا في حق متهمين بولاية تبسة، و3 سنوات سجنا نافذا في حق متهمة بولاية تيبازا، وعامين حبسا نافذا لأختها. وبولاية الجلفة تم الحكم على فتاة عام حبسا نافذا. في إطار خلق فضاء يجمع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والراغبين في ولوج عالم المقاولاتية سيما الطلبة، استحدثت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين دار العلم لتسهيل هذه العملية. تفاصيل في الموضوع لنور الهدى غبريوان. سعيا منها إلى مرافقة الراغبين في ولوج عالم المقاولاتية سيما الطلبة، استحدثت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين قاعة العلم التي ستتضمن برنامجا تكوينيا في مختلف المجالات الاقتصادية بالتنسيق مع عديد جامعات الوطن. اليوم دشنا هذه قاعة العلم باش يكون تبادل فكري، ويكون يعني الانتيليجنسيا الجيريان تقعد داخل الجزائر، يكونوا يعني الطلبة سائر دائر على هاد الناس اللي هما علماء في العالم ويدوا خبرة، حتى هذه الخبرة تصبح جزائرية ونقدروا نشوفوا منها يعني فوائد في بلادنا. سيعطي دفع كبير للشراكة وانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. عملية التكوين سيشرف عليها خبراء مختصين في شتى القطاعات، أبرزها الفلاحة نظرا لأهمية التكوين في مواكبة تطورات القطاع. اليوم دخلنا بقوة في القطاع الفلاحي ونمشي للفلاحة الحديثة ونتبع المسار التقني اللي هو ننجح به خاصة في المحاصيل الكبرى. تقنيات جديدة يستعملوهم الأجانب، وماذا بينا درك مع الصرح الجديد هذا نديروا ندوات على التقنيات هذه، نتبعوا المحاصيل عبر الساتليت ولا عبر الدرون. هذو تقنيات ثانية لازم نروحوا نتعمقوا فيها. خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءات الجزائرية وضمان انخراطها في عالم الشغل للدفع بالاقتصاد الوطني وخلق الثروة. وبالمناسبة كشف رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب الزياني عن إطلاق مجلة اقتصادية خاصة بالكونفدرالية لتحليل كل ما يتعلق بنشاطاتها، علاوة على التطرق إلى كل ما يتعلق بنشاطات الجامعات الجزائرية في إطار خلق جسر بينها وبين المؤسسة الجزائرية. كل الجامعات اللي هم موجودين في الجزائر اللي راهم موجودين اليوم هنا هي مستغانم وتلمسان، كاين بعض اللي ما قدروش يحضروا، لكن راح تكون المجله تاعنا راح تتكلم كل شهر على جامعه من الجامعات، لان كل جامعه ربما عندها تخصص اكثر من واحد اخرى، مفتوحه لكل الجامعات، لان رجال الاعمال هما مطروحين في كاع قطر الوطن، راهم في كل جهه عندنا مؤسسه جزائريه خاصه او عموميه، محتاجين باش نربطوا الجامعه مع المؤسسه.
تمكنت الأحد مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بقطاع العسكري بتمن راست بالناحية العسكرية السادسة من توقيف الإرهابي ريكان أحمد. بيان لوزارة الدفاع الوطني أوضح أن الإرهابي ريكان أحمد المكنى أبو خديجة كان ينشط ضمن الجماعة الإرهابية في منطقة الساحل. أمنيا دائما تمكنت عناصر الدرك الوطني لولاية الجزائر العاصمة من وضع حد لشبكة إجرامية دولية عابرة للحدود الوطنية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، مع توقيف 22 شخصا من بينهم امرأتين. العملية أسفرت عن حجز 2 كيلوغرامين و316 غرام من الكوكايين و40 كيلوغرام و445 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 17 مركبة سياحية. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تنشط على مستوى الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، انطلاقا من دولة المغرب ودول الساحل الإفريقي، متخذة غرب العاصمة كمركز لها. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة بالتنسيق مع وحدات كتيبتي الدرك الوطني بالشراقة وزيرالدا، مدعمين بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة، من الإطاحة بالبارونات الرئيسية وأفراد الشبكة الإجرامية في حالة تلبس بعد ترصد وتتبع جميع تحركاتهم ونمطهم الإجرامي. يتم تقديم أطراف الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية من أجل جريمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، جنحة انتحال أسماء الغير، جنحة طرح للتداول أوراق نقدية مزورة، جنحة حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي. تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تيزي وزو بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة تتكون من 4 عناصر مشتبه فيهم في قضية السطو المسلح على مكتب بريد ببلدية أيد خليلي بدائرة مقلع، المرتكب يوم 19 مارس 2023. العملية مكنت من ضبط واسترجاع الأسلحة النارية المستعملة في عملية السطو المسلح، ذخيرة حية وجزء من المبلغ المسروق قدر بأزيد من 450 مليون سنتيم. أشرف والي ولاية البيض على انطلاق الحملة الرسمية للحصاد التي يتوقع فيها تحقيق حوالي 80,000 قنطار بمجمل المساحات المسقية بولاية البيض، والتي تزيد عن 4,000 هكتار. وكشف دحمان بن غربي مدير المصالح الفلاحية بالولاية أن المردود يعتبر محترما بالنظر للظروف المناخية الصعبة التي مرت بها المنطقة. في المقابل أكد المسؤول الأول للولاية توفير كل الوسائل اللوجستية من أجل احتواء كل المحصول ونقله وكذا تخزينه. التغطية لمصطفى مساعدي. الإنتاج المتوقع عندنا 80 في 4000 هذه على حد أدنى هو 80,000 قنطار، يعني بمعدل تاع 20 قنطار في الهكتار. وعندنا يعني مساحات اللي راهي تفوت 50-45 هي اللي اليوم رانا فيها ودرنا عمليه انطلاق عمليه الحصاد، لحقت حتى ل 45 قنطار في الهكتار، وهي تبشر بالخير لان احترام المسار التقني ويعني يعني وضع الاسمده والادويه كلها كانت يعني عوامل مساعده لبلوغ هذه النتيجه. كل الظروف تم تهيئتها من آلات حصاد، وسائل التخزين، النقل كذلك، حتى كل المحصول والمنتوج بحول الله يدخل المخازن التي تم تسخيرها على مستوى منطقة بريزينا، بوكطب، بوعلام، البيض. تشهد عدة ولايات داخلية للوطن تساقط أمطار رعدية تكون مصحوبة محليا ببرد مع هبوب رياح قوية. وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية فالولايات المعنية هي ولاية تيارت، تسمسيلت، المدية، شمال الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوريريج وسطيف، حيث تتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم. وتساقط الأمطار متواصلة إلى غاية الثلاثاء على الساعة 3 صباحا.
أما بالنسبة لولايات ميلا، قسنطينة، قالمة، سوق راس، أم البواقي، باتنا، بسكرة، خنشلة وتبسة، فتمتد صلاحية النشرية إلى غاية الثلاثاء على الساعة 6 صباحا، حيث تتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 30 و 50 ملم، ويمكن أن تصل محليا أو تتجاوز 60 ملم. كشف رئيس الوكالة الوطنية لتسلية الشباب صاولي بن مهيدي عن استقبال أزيد من 30 ألف طفل خلال موسم الاصطياف من مختلف الولايات خاصة الجنوبية. بن مهيدي وخلال اجتماعه بلجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني أكد أن موعد استقبال الأطفال سيكون بداية من الفاتح جويليا إلى غاية 6 من شهر سبتمبر المقبل مع ضمان التنقل. الحملة الصيفية لسنة 2023 تحضير جاري كما ينبغي الحال. كاين أكثر من 30 ألف طفل إن شاء الله يكونوا ابتداء من 1 جويلية حتى لو 6 سبتمبر. يجوا من عدة ولايات وخاصة من الولايات الجنوبية. التنقل تاعهم يكون على عاتق الدولة ويكون على طائرة بالطريق الجوي حسب المسافات لكل ولاية. كما أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالبرلمان بوبكر بن عليا على ضرورة تطوير المراكز والمنشآت الرياضية للشباب نظرا للدور والمكانة التي تمثلها الرياضة على الصعيد الدولي. نطور هذه المراكز ونحل كثير من المشاكل ونعطي أفكار. احنا كنواب للشعب أصبحت الرياضة تنافس الدبلوماسية السياسية وحتى الاقتصادية، لأن الآن الكثير من الدول اللي أصبحت لها مكانة أصبحت تعطي أولوية كبيرة للجانب الرياضي والشبابي. من جهته كشف مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف إسماعيل محمد سعيد عن تحديد تاريخ 6 جويليا كموعد لحفل افتتاح الألعاب العربية بالجزائر. الملعب 5 جويليا ديوان المركب الأولمبي الوحدات المعنية بالألعاب العربية راهي تحت تصرف اللجنة لا كوميسيون دي جو، وحنا رانا حنايا احنا رانا نساعدوا وان شاء الله هاد لي جو هادو يجوزوا كما لازم الحال وينجحوا. حفل الافتتاح يكون ان شاء الله لو 6 جويي وحفل الاختتام لو 15 جويي ان شاء الله. نظمت وزارة الاتصال دورة تكوينية حول الاتصال المؤسساتي وتقنيات التنسيق التنظيمي بمشاركة قطاعي وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. وتنظم الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي وتقنيات التنسيق التنظيمي على مدار يومين، حيث ستخصص لدراسة تقنيات صناعة المحتوى والتغطية الرقمية والترويج للتظاهرات الرياضية الكبرى. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.